بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ بهذا السؤال من السائل الطيب حسن الدوادمي، يعمل في الدوادمي، يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أشكر أخي السائل الذي سأل عن معنى الآية الكريمة، وذلك لسروري بتفكر الناس في معاني القرآن الكريم وطلبهم تفسيرها، لأن هذا يدل على العناية بكلام الله عز وجل. ثانيا، معنى قول الله تعالى ألهاكم التكاثر أنه عز وجل يخاطب الناس ويبين لهم أن التكاثر بينهم في الأموال والأولاد ألهاهم عن طاعة الله وشغلهم عن ذكره حتى ماتوا، وهذا معنى قوله حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. وسمى الله تبارك وتعالى الدفن أي دفن الميت زيارة، لأنه لا بد من بعثه. ولهذا لما سمع أعرابي قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال: والله إن وراء ذلك لشيئا آخر أو كلمة نحوها، فإن الزائر يقوله الأعرابي ليس بمقيم. وصدق، وراء ذلك البعث، والزائر على اسمه زائر ليس بمقيم. وبقاء الناس في القبور وإن طالت المدة هو شيء يسير بالنسبة للآخرة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة يقولها بعض الناس غافلا عن مدلولها، وهو أنه إذا مات الإنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، وهذه الكلمة بمعناها الظاهر من لفظها كلمة خطيرة، لأن مضمونها ومدلولها أنه لا بعث، وأن القبر هو المثوى الأخير. ومن المعلوم أن هناك بعثا، وأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فلا يحل للإنسان أن يقول في الميت إذا دفن إنه رجع إلى مثواه الأخير. قد يقول قائل إن هذا مثواه الأخير بالنسبة للدنيا، فإن الإنسان مهما طالت مدته في الدنيا فإن مآله إلى القبر. نقول نعم، هذا هو مراد الناس فيما يظهر، لا سيما المسلمون منهم، فإن كل مسلم يؤمن باليوم الآخر. لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى فاسدا هو ظاهر اللفظ أيضا، فإنه يجب اجتنابه.